هنعمل محشي كرنب بتاع الناس الكسلانين. حط زيت، حط البصل، هزود الثوم، اضيف الطماطم ومعلقتين صلصه كبار، الملح والفلفل ورشه كمون، شويه ميه صغيرين قوي. هنغطي عليه ونسيبه يتسبك حوالي على الاقل ربع ساعه تلت ساعه. انا كده الصلصه اتسبكت. هنضيف الرز، دول كوبايتين رز، حته فلفل اخضر صغيره خالص، بقدونس والكزبره والشبت. الكرنب بتاعنا مقطعاه شرايح رفيعه، مش محتاجه سلق. حط مقدار كوبايتين، اقلبه يطرى معانا. هظبط الملح والفلفل تاني، رشه كمون خفيفه بسيطه تاني. اللي بيحب يحط نعناع ناشف، رشه شطه خفيفه خالص. الريحه رهيبه. دلوقتي انا هزود عيار الميه. المفروض كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، انا هحط اقل لان الكرنب هينزل ميته. هغطيه على نار هاديه على الاقل نص ساعه، ياخد بس نار هاديه خالص شمعه لحد ما يستوي. دلوقتي بقى المحشي بتاعنا بقاله حوالي نص ساعه على النار. في اضافه، دي زبده فلاحي عشان ده الموسم بتاعها يعني. شايفينها بقى سايحه ازاي في السخونه؟ ريحه رهيبه. نزوقه بقى وندلعه كده على الوش. يا سلام يا سلام يا سلام على المنظر.